القلقاس وحلاوة القلقاس، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. ونجيب القلقاسة مدورة حلوة كده، اللي هي المدورة مش الطويلة، علشان المدور الحلو ده بيستوي بسرعة وحلو. وانا اقطع كده، قطعيه طبعا وهو بقشره، عشان لو قطعتيه وانت بعد ما تقشريه هيزحلق من ايديك. هو بقشره قطعناه، وبعدين ابتدينا نقشر اهو، نخرطه اهو ونقشر. اوكي. واحلى كزبره نقناها اهي، قرطفناها، قرطفنا كزبره وهنغسلها، وهنبتدي نعمل القلقاس بتاعنا الجميل. انا بحمرها بعد ما بغسلها، بعصرها كده وبحمرها، بحطها في الطاسه واحط الزبده او السمنه، وابتدي ايه احمرها لغايه ما ايه تقشقش كده وتحمر. اشيل عينها في طبق واحمر التومه، وبعدين ايه ادقهم مع بعض. ممكن بدقهم بالكبشة نفسها في نفس الطاسة، ولما اخليهم زي السائل كده مدقوقين حلو خالص، واطش بيهم. يلا. والقلقاس بنغسله حلو، انا بغسل القلقاس كم مرة، وبعد ما بغسله كذا مرة ببدأ الشوربة سخنة بتغلي، وبحط فيها القلقاس. طبعا هنقطعه مكعبات حلو. يلا كل سنة وانتم طيبين، وهنكمل الأكلة مع بعض، وهنعمل ديك حلو كبير. انا كنت عامله بطه وقلقاس من كام يوم، بس ما صورتوش، نزلت لكم الصور بس مش فيديو. كل سنه وانتم طيبين يا حلوين حبايبي. وقطعناه كده، وهنكمل باقي القلقاسه لانها كبيره وحلوه وبركه كبيره. القلقاسه لوحدها جت كيلو 600. يلا، بس عايزه سكينه تبقى كبيره كده وتقطعي بيها. يلا، هي فيها القلقاس قطعناه كده جميل، وهنكمل ونغسله غسله حلوه، وهنبدا الشوربه بتغلي، وهننزل القلقاس فيها ويستوي، ومش بيكمل يدوب ربع ساعه. تاخدي بالك ما يتهريش منك، ونطفي ونبدا نشوف الطشه بتاعتنا. يلا هنكمل خريط بقى ونغسله غسله حلوه. يلا جهزناه كده، هنقوم نغسله ونسقطه في الشوربه، والشوربه تكون بتغلي. يلا هلا انا بغسله 3 4 مرات كده لغايه ما يبقى زي الفل. يلا هنغسل الكزبره بتاعتنا ونحمر. استنى القلقاس اهو يا حبايبي، غسله حلوه خالص، وهننزل عليه هنحطه في الشوربه في الحل. عملنا ديك كبير وقطعناه وغسلناه بالملح وبالدقيق، نضفناه حلو خالص وسلقناه، غلينا الميه وحطيناه ورق لوري ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل. هوريكم الديك بقى. وشايفين يا حبايبي الديك قطعناه دبابيس والصحفه والورك كده، وقطعناه والصدر على حتتين عشان كبير قوي. ده ورق لوري وبصله وملح وفلفل وقرفه وجنزبيل، وسلقناه سلقه حلوه. في الاول غسلناه بميه كتير ونضفنا حته حته وبالملح وبالدقيق، وشطفناه شطفه حلوه اهو. شايفين عملنا احلى شوربه. يلا هنبتدي نشيل الديك، وعشان كبير 3 كيلو فانا قطعته، ما قدرتش اعمل صحيح. هنشيله بقى، وبعدين نعمل الشعريه والرز، وهنحط هنا بقى حبيبنا القلقاس. غسلنا كزبره وحطيناها في الطاسه، وهنحط الزبده اهي. غسلنا الكزبره غسله حلوه وحطيناها في الطاسه بقى، وهنحط الزبده. وهنا غسلنا القلقاس حلو خالص، وهنبتدي عشان نحطه في الشوربه اهو. حطينا الزبده بتسيح اهو. بنحمر الشعريه بتاعتنا، هنزودها شويه كمان. بنحمر الشعريه بتاعتنا، نحمر الشعريه بتاعتنا عشان نعمل الرز. نزلنا بالشعريه ونحمرها بالزبده، هنحمرها عشان نعمل الرز. وهنا بنحمر الكزبره. عماله اقول الشعريه، نحمر الكزبره بقى بتاعت الطشه اهي. الزبده بتسيح وبنحمر الكزبره. لما توضبي كل حاجه، وتوضبي الخضار وتغسليه، وتوضبي الكزبره وتغسليها، وحللك مغسوله وموضبه كل حاجه، تبتدي تعبي بقى وانت واقفه، ما تتعبيش، ما ياخدش وقت معاكي. يلا الكزبره بتاعتنا الحلوه بنعملها، عشان انا بحمرها ني وهي خضره بحمرها. في ناس بتحب تسلقها، لا انا مش بحط كمان سلق. كنت بحط زمان، بعمله بالكزبره بس دلوقتي زي العسل. يلا بنحمر الشعريه بتاعتنا للرز.
خدنا الشعريه الشوربه، وبعدين غسلنا الرز ونزلنا بالرز اهو، وهنقلبه ونحط كبشه شوربه تاني وهنغطي بقى عشان احلى رز. الرز اللي بالشعريه الجميل. نحمر في الشعريه بتاعتنا اهو. اول ما تحطي الزبده وسخونه البصل على طول تلين كده، وهنقلبها لغايه ما تحمر نص تحميره شويه، ونضيف التوم على جنب او نحمرها ونعينها في طبق ونحمر التومه بقى، وبعدين ندقهم مع بعض، نخبط فيهم بالكبشه او زي ما تحبي تدقيهم. انا بخبط فيهم بالكبشه هنا بظهر الكبشه لغايه ما ينعموا يبقى زي السائل وتش. الله احلى والقاس. طلعنا الديك بتاعنا اهو زي العسل من الشوربه، ونزلنا بالقلقاس ملك الطبخه. نزلنا بالقلقاس يلا، والرز بيستوي، والرز بالشعريه اهو بيشرب وقطنا عليه، والطشه بنحمر فيها. وهنجيب التومه بقى، نجيب التومه نحمرها على جنب معاها. القلقاس يعني 10 دقايق ربع ساعه تلاقيه استوى. تاخدي بالك يستوي بدري يعني ربع ساعه، ما تطوليش عليه، وبعدين نطشه. يلا احلى قلقاس يا حبايبي، احلى رز بشعريه. ما انتوا شايفينه جميل زي الفل، رز المصري الجميل، احلى رز بشعريه. يلا بالهنا والشفا. طبعا سقينه شوربه الديك جميل جدا. يلا بالهنا والشفا. الطشه اهي يا حبايبي، ودقيتها كده في ظهر الكبشه، ظهر الكبشه. بص بقت خلاص اتدهبت خالص، وهنطش. يلا والديك اهو الفراخ، الديك جميل جدا بنحمر. ناس عايزاه من غير فيجيتار، واحنا هنحمر بالفيجيتار خالص. يلا بالهنا والشفا، كل سنه وانتم طيبين. هنطش القلقاس بتاعنا بقى، ما كملش 10 دقايق اهو يا حبايبي. طشينا القلقاس، احلى قلقاس. شايفين احلى قلقاس بالطشه. اوعى وش جميل جدا. كل سنه وانتم طيبين. البخار بقى، كل سنه وانتم طيبين يا حلوين. احلى قلقاس، احلى قلقاس ده ولا ايه اهو، احلى قلقاس ده ولا ايه. شايفين جميل جدا. بنحمر بالفيجيتار اهو يا حبايبي. الديك زي العسل، خطير. والقلقاس عسل اهو، بس مش قادره اطلع عشان البخار. شايفين جميل جدا. يلا ولا اروع ولا اروع بجد. طريقه حلوه وسهله وبسيطه. وكل سنه وانتم طيبين يا حلوين، وغطاس مجيد وسعيد على حياتنا كلنا. والرز بالشعريه الجميل ولا احلى. يلا تعالوا كلوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. اكلات ميرا. لو عجبكم فيديو اكلاتي وطريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب واشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل جديد. سلام سلام. احلى قلقاس ده ولا ايه. كل سنه وانتم طيبين. سلام.